السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم كل خير يا متابعيني، يلا حيكم وش حالكم، عساكم طيبين ومرحبا بكم في سالفة إن شاء الله أنها تعجبكم. سالفتنا اليوم عن الشاعرة بخوت المنيرة رحمة الله عليها، وهي من الشاعرات الجزلات اللي تردد بيوتها إلى يومنا ذا. من هي بخوت المنيرة وتنتمي إلى أي قبيلة؟ بخوت المنيرة هي بخيتة بنت عايض العذبة المري، واشتهرت باسم بخوت المنيرة أو بخوت المرية. عاشت بداية عمرها جنوب الأحساء مع والدها على عد الزرنوبة، وكذلك حول بير فاضل، وكلها موارد لقبيلة المرة. كانت بخوت يتيمة الأم وتزوجت 3 مرات، ولكن الله ما رزقها بيصيب، وعاشت في بداية حياتها مع أبيها عايض المري، وتنتسب بخوت العائلة المنيرة من العذبة، واللي يقطن غالبيتهم في مدينة المرة جنوب قطر. كتبت الشعر وهي عمرها 8 سنين، وتطرقت جميع أنواع الشعر النبطي من مدح وغزل ووصف ورثاء محاورة. والشاعرة هي عمة الشعر الحالية الراسية حسب المعلومات المتوفرة عندنا. من قصائدها اللي تردد إلى يومنا ذا، وهي كانت في قصيدتها أتمنى حياة البر والبادية تقول: وجودي على بيت الشعر عقب بيت الطين، وجودي على شوف المغاتير من ثرة، وجودي على خوتها للموتر المقفين، وجودي على شوف السهل من ورا الحرة ليحلوا البدوان، وصاروا على بيتين ومن كان له خل مع ذاك مغرة. وأيضا قصيدتها في أختها نورة يوم كانت تعالج في لندن من مرض السرطان، تقول: عسى من صنع ذا الهات في يديه ما تنشل، عسى داره الوسمي يخرب بساتينه، تعلى الحرارة وان تكلمت به تنزل على صوتهم قلبي تريح شرايينه، وجودي على طيارة صوبهم تنتل علشان مستشفاها باجي مصاخينه. كذلك من قصايدها الخالدة إلى يومنا ذا في الفراق يوم تقول: يا جماعة وإن عزمتوا عنكم راحلين، غمغموني عن مظاهركم لا أشوفها، كان في قلبي لها ابناء الربع النازلين، أشعلوها بالخلاء والهبوب تلوفها، والعود لا رحمة ولا قلب يلين، عسى دودك فينا حرقوم أنت تشوفها، عيدوا بي في الخلاء والفريق معيدين، كل عذرا نقشت بالخضاب كفوفها، ما يقرب دارهم كود صنع الذاهبين، كود حمرا عزمها من صفات بلوفها، كان حنين الويل يشبه الخلفات القطين، لينوا له بالقدم مع طمان جروفها. كذلك قصيدتها اللي تندب فيها على ولد عمها علي يوم تقول: يا علي يا أخوي ألا وين بدواني غدوا، لا خبر ولا مديد ولا قلبي بنيس، راحوا العربان في شف قطعان البدو، في هوى الخلفات ما راوزوا يوم الخميس، نحف حالي يا علي نحف مدرة السدو، وجوع قلبي جوع حر إلى شاف القنيص. ونختم قصيدتها أو بمحاورتها مع الموت يوم قالت: أشهد شهادة حق ما تستحي موت، وأنا أشهد ما فيك ميزن ولا شيمة، فرد عليها الموت قال: صلاة شردية والحكي زور يا بخوت، كل خذيتيه من هله وانتي مقيمة. رحمة الله عليها، كانت من الشاعرات القوية في مفرداتها الجزلة في شاعريتها. وأخيرا عندما تقدم بها العمر رحمة الله عليها وكبرت في السن، استقرت في مدينة الدمام، منطقة تسمى كامب البدو، وحاليا اسمها حي البادية. توفيت عام 1995 رحمة الله عليها. هذه سالفة اليوم عن بخوت المرية أو بخوت المنيرة. أتمنى أني وفقت في سرد سالفتها وأنها عجبتكم. ما تشوفوا